السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب أولى ثانوي؟ كل سنة وانتم طيبين. نبدأ مع بعض سنة جديدة بمنهج جديد للصف الأول الثانوي بإذن الله. معاكم أستاذ عبد المجيد الصاوي، مدرس التاريخ للثانوية العامة. كتاب أولى ثانوي أو فصل أو منهج أولى ثانوي تعالى نعرف محتويات الدرس عبارة عن إيه. المحتوى طبعا بتاع المنهج بتاع الترم الأول هو وحدتين. الوحدة الأولى بندرس فيها حضارات مصر والعالم القديم، نعرف يعني ايه حضارة أصلا، ونعرف كمان عوامل قيام الحضارات، ايه العوامل التي أدت لظهور الحضارات القديمة. الوحدة التانية عبارة عن 6 دروس هنبدأ نشوف فيها ملامح الحياة المصرية القديمة أو ملامح الحضارة المصرية القديمة، نعرف نشوف المصري القديم كان عايش حياته ازاي، كل حاجة تتعلق بيه هندرسها ونشوفها مع بعض. فالمنهج 9 دروس. هنبدأ بأول درس بإذن الله بعنوان الحضارة والتاريخ. فتعالى نفهم مع بعض بقى ونعرف ازاي الإنسان أصلا بدأ ببناء الحضارة. بنلاقي عندنا ان الانسان زمان كان بيعيش فوق الهضاب، كان الانسان دائم التنقل والترحال بحثا عن الثمار وصيد الحيوانات. فكان الانسان بيدور على المكان اللي فيه فاكهة وثمار ويبدأ ان هو ياكل ويصطاد حيوانات وينام. بس كده، يبدأ تاني يوم يصحى تاني يوم يعمل نفس الحاجات اللي عملها اليوم اللي فات. فكان عايش حياة بالشكل ده لفترة زمنية طويلة، لحد لما حصلت حاجة غيرت من حياة الإنسان المصري القديم، وهي الجفاف. الجفاف يعني قلة سقوط المياه. طب دلوقتي ما بقاش في ميه، فبالتالي النباتات مش هتنمو ولا هيبقى فيه حيوانات. دي الحاجة اللي أجبرت المصري القديم على ترك الهضاب والنزول إلى المناطق المنخفضة. وفعلا الإنسان لما ساب الهضاب ونزل للمناطق المنخفضة اللي هي جنب الأنهار، لقى إن فيه طينة ولقى ان فيه ميه، فبدا ان هو يعمل بالزراعه. ودي كانت اول حاجه ساهمت في بناء الحضاره المصريه، لان الزراعه هنا عرفت الانسان وعلمته حياه الاستقرار، ان هو يبقى ليه مكان ثابت وموجود فيه، عكس طبعا التنقل والترحال اللي كان موجود. ثم بدأ من بعد كده بقى اختراع الإنسان للكتابة، وبالتالي تدوين الأحداث ومعرفة التاريخ. فتعالى نفهم يعني إيه حضارة ويعني إيه تاريخ. الحضارة هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض، سواء إذا كان ماديا أو معنويا لتعمير الكون. تعال نفهم يعني إيه المفهوم ده. الحضارة دي بيقولك ثمرة أي مجهود الإنسان يعمله في البيئة اللي عايش فيها، بشرط إن يكون ده لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض، سواء إذا كان التفاعل ده مادي أو حتى معنوي. طب يعني إيه مادي ويعني إيه معنوي؟ يعني مثلا لو لقينا إن في شخص فضل يدرس في العمارة والهندسة لفترات طويلة، فالراجل ده هيوصل لنظريات، لقوانين، لحاجات من دي بسميها حاجات معنوية، حاجات غير ملموسة، زي قوانين الفيزياء، قوانين الرياضة. دي حاجات بسميها معنوية نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة. أما أكلمك مثلا عن نيوتن مثلا لما تفاعل مع البيئة ووصل للجاذبية، ما هي الجاذبية دي حاجة معنوية برضو. طب مادية يعني إيه؟ الراجل اللي كان بيدرس في العمارة والهندسة ده استفاد من القوانين والنظريات اللي وصل لها، وبدأ ان هو يطبقها في ارض الواقع، عن طريق مثلا ان هو عمل كباري فوق المياه، او جسور، او سكك حديدية، او مترو. فعمل حاجة بتحسن من ظروف حياة الانسان، فدي بسمها حضارة، لان طبعا ده هتحل لنا مشاكل كتير زي الازدحام وكده. حسنت فعلا ظروف حياته وحياتنا، وعمرت الارض، الكون اللي احنا عايشين فيه. فده اللي هو الحضارة بقى. اي حاجة الانسان بيوصل لها ممكن تكون مادية او معنوية. فالهدف الاساسي لوجود اصلا الانسان على الارض، الهدف الاساسي اللي ربنا خلقنا على الارض، هو تعمير الارض، ان احنا نعمر الاراضي دي، نصلح من حال الكون اللي احنا عايشين فيه. ممكن الظروف هنا تأثر في الحضارة، الظروف البيئية تأثر في الحضارة، أيوة فعلا، لأن مش كل الحضارات متشابهة، لا. لو جيت أبص على الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافدين بتاعت العراق، هلاقي إن الحضارتين دول حضارات زراعية، سواء
في مصر كان عندنا نهر النيل اعتمدنا عليه في بناء الحضارة، أو العراق كان عندهم نهر دجلة والفرات فاعتمدوا عليه في بناء الحضارة. وممكن مش شرط زراعة زي حضارة فينيقيا، دي حضارة بحرية وتجارية، اشتغلوا بالبحر واشتغلوا بالتجارة فعملوا حضارة كبيرة اسمها الحضارة الفينيقية. فده بالنسبة طبعا لاستنتاج لمعنى الحضارة. مفهوم الحضارة اتغير من شخص للتاني، فبنلاقي ان الاديب والمؤرخ الامريكي ويل ديورانت عمل كتاب سماه باسم قصة الحضارة. حط تعريف جديد للحضارة، فقال ايه؟ قال ان الحضارة، ركز وافهم معايا، قال ان الحضارة نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي. ركز وافهم يعني ايه الكلام ده، لان كل حاجة هتعدي علينا لازم نفسرها ونجيبها بالتفصيل، نفهم كل حاجة فيها، لان دي الاسئلة بتيجي هنا. نظام اجتماعي يعني بينشأ بين افراد المجتمع، بيكون وسط الناس، مش بيكون في منطقة منعزلة عن الناس. يعني ما ينفعش اروح اعمل حضارة في الصحراء، ابعد عن المجتمع واعمل حضارة ازاي؟ لا، ده انت لازم تكون في وسط الناس. عشان كده تقدر تقول ان البدو هم الاقل اسهاما في الحضارة، صعب انهم يعملوا الحضارة، وده نظرا لحياة التنقل والترحال اللي هم عايشينها من مكان للتاني. طيب ده بالنسبة للنظام اجتماعي. يعني ايه يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي؟ يعني المجتمع ده ممكن يساعد في بناء الحضارة، او ممكن يؤدي الى وقف نمو الحضارة. ازاي؟ عندنا مثلا لو ظهر عالم في مجتمع بيقدر قيمة العلم والتعليم، فالعالم ده قال لهم انا وصلت لحاجة محدش قبلي وصل لها، فالمجتمع قال له الله ينور، زي الفل، عاش، كلام جميل، استمر واحنا معاك وبنشجعك. فالعالم ده انتاجه الثقافي هيزيد، لان لقى فيه دوافع نحو الابداع. طيب لو مجتمع تاني ما بيقدرش قيمة التعليم ولا العلم، ظهر في عالم وقال انا اكتشفت حاجة يا جماعة محدش وصل لها قبل كده، فلقى في احباط وكلام مستفز، ويا عم انت جبت التايهة، ويا عم يعني انت هتعمل حاجة، يا عم سيبك من الكلام العبط ده، هل العالم ده انتاجه الثقافة هيزيد؟ مستحيل، مستحيل خالص. شفت المجتمع بيعمل ايه بقى؟ شفت قد ايه للمجتمع دور في بناء الحضارة؟ اكيد طبعا. ويل ديورانت زود على كلامه وقال تبدأ الحضارة حيث ينتهي الاضطراب والقلق وتحقيق الأمن، لأن إذا تحرر الإنسان من خوفه تظهر لديه دوافع التطلع والإبداع والإنشاء. كلام جميل. معناه إيه؟ معناه إن الإنسان أو المجتمع اللي عايش فيه الإنسان لو كان مجتمع مستقر، ما فيهوش فوضى، ما فيهوش حروب، ما فيهوش صراعات، ما فيهوش حاجات من دي، الناس اللي فيه هتظهر عندهم بقى دوافع الابداع، هيقول لك والله ده انا عايش حياه رايقه قوي، انا لازم ابدع وافكر وانتج واشتغل وكده. فعلا عنده حق. والعكس صحيح، لو في مجتمع في خوف وفي ارهاب وفي ضعف وفي مشاكل وفي صراعات وفي فوضى، هل المجتمع ده هيظهر فيه ناس تبدع؟ مستحيل. فنستنتج من ده بقى ان في علاقه، وركز في العلاقه اللي جايه دي لانها مهمه خالص، هتحتاجها لحد ثالثه ثانوي. ايه؟ في علاقه ما بين استقرار او اضطراب الامن وقيام الحضاره. في نوعين من العلاقه، في علاقه طرديه وفي علاقه عكسيه. ركز. العلاقه الطرديه دي بتكون الحاجه الاولى بتكمل الحاجه التانيه. زي لما اقول لك ما العلاقه بين الاستقرار والحضارة، تقول لي استقرار وحضارة يعني الاتنين بيكملوا بعض، يعني دي علاقة طردية. جميل، صح كده. طيب العلاقة العكسية بقى ايه؟ لما اقول لك ايه؟ الفوضى والاضطراب وقيام الحضارة، تقول لي لا استنى عندك بقى، دي علاقة عكسية، انت قلت حاجتين دلوقتي مالهمش علاقة ببعض، مش بيمشوا مع بعض اصلا. فهمت الحته دي؟ في علاقه عكسيه وفي علاقه طرديه. ركز بقى حسب مفهوم طبعا ويل ديورانت. كمان بيقول لك من دراسه الحضاره المصريه هتلاقي ان فعلا كل الابداعات والانشاءات اللي حصلت كانت في العصور اللي فيها امن واستقرار، زي عصر الدوله القديمه في التاريخ المصري بنسميه عصر بناة الاهرامات، كان في امن واستقرار. عصر الدولة الوسطى اللي هو عصر الرخاء الاقتصادي كان في امن واستقرار. عصر الدولة الحديثة اللي هو بنسميه عصر المجد الحربي كان في امن واستقرار. حلو، فاكيد كان في حضارة في الفترة دي.
طب روح كده على الفترات بتاعت الضعف. عصر الاضمحلال والضعف الأول، عصر الاضمحلال أو الضعف الثاني، عصر المتأخر، دي فترات ضعف، فأكيد ما كانش فيها أمن ولا كان فيها استقرار، فبالتالي مش هيبقى فيها حضارة. جميل جدا لحد هنا. طبعا نقدر نقول ان ويل ديورانت ركز في تعريفه للحضارة على العلاقات الإنسانية، دي كانت الحاجة الأساسية اللي ركز عليها، وعرفنا يعني ايه علاقة عكسية، عرفنا يعني ايه علاقة طردية. تمام، تعال نشوف بقى عندي هنا الحضارات او الشعوب. ربنا خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف ونتواصل مع بعض، نتبادل، او الشعوب بتبدل التراث بتاعها الحضاري بينها وبين بعض، لان ده بنسميه تواصل الحضارات. الحضارات بيبقى بينها وبين بعض 4 حاجات: في اخذ وعطاء، انت بتاخد من عندي وبتستفاد مني، وانا باخد من عندك وبستفاد منك، وهكذا. في تأثير وتأثر، انت بتتأثر بالحضارة بتاعتي وانا بتأثر بالحضارة التانية، فده اخذ وعطاء، تأثير وتأثر. ولكن في حاجات بتميز كل حضارة عن التانية. احنا بناخد من بعض وبنبدل مع بعض، وفي اخذ وعطاء وتأثير وتأثر، لكن في حاجتين اساسيين دول بيميزوا كل حضارة عن التانية: حاجة اسمها الهوية الثقافية، وحاجة اسمها الخصوصية العقائدية. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نتكلم عنه بالراحة. الهوية الثقافية دي زي اللغة، العادات، التقاليد، والخصوصية العقائدية زي الدين. على سبيل المثال هنعمل مقارنة بسيطة هتفهمك الكلام ده. لو انا هقارن ما بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية على سبيل المثال، فهلاقي ان اللبس اللي كان بيلبسه، الملابس بتاعت المصريين كانت بتختلف عن الملابس بتاعت الحضارة العراقية، ده بسميها هوية ثقافية. العادات والتقاليد عند المصريين كانت بتختلف عن العادات والتقاليد عند العراق، ده بسميها هوية ثقافية. الكتابة عند المصريين القدماء كان اسمها الكتابة الهيروغليفية، والكتابة عند العراق كان اسمها الكتابة المسمارية. كل اللي انا قلته ده اسمه هوية ثقافية، بتميز كل حضارة عن التانية. طيب يعني ايه خصوصية عقائدية يا مستر بقى؟ الخصوصية العقائدية دي اللي هو الدين اللي موجود. بلاقي ان مثلا الحضارة المصرية القديمة كان عندها او كانوا بيعبدوا الاله امون، انما العراق كانوا بيعبدوا الاله انو. فبنلاقي ان الدين بيختلف من حضارة لحضارة، كل حضارة لها دين ثابت خاص بيها، ودي افتكر ان دي وضحت لك النقطة دي بشكل كبير. تعال نشوف بقى الحضارات. هل الحضارات بتنتقل في انتقال للحضارات من مكان للتاني وكده؟ ايوه طبعا، لان الحضارة او الحضارة عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، تتكون من حضارات كتير. شفت السلسلة او الجنزير ده؟ شفت كل حلقة فيه بتكمل التانية؟ بالظبط الحضارات كده، كل حضارة بتكمل التانية، لانها بتعتبر تيار حضاري متدفق، شوية حضارات كتير كده كلها بتكمل بعضها، فده حاجة كويسة طبعا جدا، ده حاجة بتدل على التطور الحضاري. طيب الحضارة بدأت فين ووقفت فين وانتهت يعني فين؟ تعال نشوف انتقال الحضارات. بدأت الحضارة في الشرق القديم، منطقة الشرق القديم دي اللي هي شرق أوروبا. بدأت الحضارة في الشرق طبعا عندنا، وكانت في مناطق قريبة من البحر المتوسط ومناطق بعيدة عن البحر المتوسط. فهتلاقي مثلا ان مصر وفينيقيا اللي هم موجودين قدامنا دول كانوا حضارات قريبة من البحر المتوسط. في حضارات كانت بعيدة عن البحر زي بلاد العراق اللي هي ما بين النهرين، او بلاد ما بين النهرين اللي هي نهر دجلة والفرات، وحضارة فارس اللي هي ايران حاليا. فانا كان عندي حضارات مختلفة كلها بدأت في الشرق. ثم بعد كده انتقلت الحضارة للغرب، لما الحضارات دي ما قدرتش انها تقدم جديد ظهرت حضارات تتفوق عليها، الحضارات الغربية. أول حضارة في الحضارات الغربية بالترتيب يتحفظوا حضارة اليونان اللي بنسميها الحضارة اليونانية، وحضارة الرومان اللي هي بنسميها الحضارة الرومانية. يبقى آخر حضارة راحت الغرب كانت الرومان، الأولى اليونان. طيب بعد كده الحضارات دي ما قدرتش انها تقدم جديد فرجعت للشرق تاني لان احنا تفوقنا، واستقرت على ايد الحضارة الاسلامية. والحضارة الاسلامية في الفترة دي اللي هي الدول الاسلامية، الدولة الاموية والعباسية والفاطمية والايوبية والمملوكية، واستمرت عندنا لاكتر من 1000 عام.
فضلت فترة طويلة قوي، دي أطول فترة استقرت فيها الحضارة. لما تجيلك في الاختيارات هتختار الشرق لأنها قعدت أكتر من 1000 سنة، وده أطول فترة حضارية. ثم بعد كده الدول دي ما قدرتش إنها تقدم جديد، فانتقلت الحضارة وراحت للغرب، اللي هي الحضارة الغربية الحديثة، الحضارة اللي موجودة دلوقتي في أوروبا، اللي قامت بسبب الثورة الصناعية في منتصف القرن ال18 وفضلت مستقرة عندهم. فلما يجي لك سؤال يقول لك الحضارة كالطائر موطنه الأساسي بيته فين؟ تقول لي الشرق عندنا لأن بدأت في الشرق. طب لما أقول لك الحضارة كالطائر استقر يعني فضل موجود وبقت فين؟ هتقول لي هنا الغرب، لأن آخر مكان طبعا وقفت فيه الحضارة كانت الغرب. السؤال هنا بقى، تفتكر هل الحضارة ممكن ترجع لنا تاني؟ تفتكر بالسوء اللي احنا فيه والفوضى والضعف اللي احنا فيه هل ممكن الحضارات ترجع تاني؟ مستحيل طبعا. هترجع في وقت واحد لو احنا بدأنا ان احنا نهتم بالتعليم، بدأنا ان احنا نهتم بالعلم والتكنولوجيا والعمل والحاجات دي كلها زي ما زمان كانوا بيعملوا. لكن احنا للأسف ما بنقدرش قيمة لا العلم ولا التعليم. ده بالنسبة للحضارة. فالحضارة احنا جبنا كل حاجة فيها. عشان ندخل على التاريخ بقى، عرفنا ان الحضارة هي اي مجهود طبعا بيعمله الانسان نتيجة تفاعله مع البيئة، ممكن يكون مادي ممكن يكون معنوي. عرفنا ان الحضارة بدأت مع الاستقرار الانسان اساسا، وده كان سببه الزراعة. عرفنا ان الحضارات بتتميز بينها وبين بعض في حاجتين، الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. عرفنا ان الهدف الاساسي ل من قيام الحضارات هو تعمير الانسان للكون، ده شيء اساسي. عرفنا ان الحضارات انتقلت من الشرق للغرب مرتين، ومن الغرب للشرق مرة واحدة. وده طبعا احنا قلنا ان كل ده بنسميه تطور حضاري. وعرفنا البدو ليه ما ينفعش يعملوا حضارة، لان طبيعة البدو قائمة على التنقل والترحال، فعشان كده هما الاقل اسهاما في نشأة الحضارة. نروح بقى لحاجة تانية وهو التاريخ. التاريخ ده يعني ايه؟ علم التاريخ او مادة التاريخ احنا اللي بندرسها ليه، ويعني ايه تاريخ؟ التاريخ ده زمان كان ممكن يقولك ان هو قصص، حكايات، روايات بنسلي نفسنا بيها، لكن الموضوع مش كده خالص. ده وانت صغير التاريخ ده علم يتناول النشاط الانساني في كافة الازمنة المختلفة. بدرس كل فترات الانسان، كل وقت كان موجود فيه الانسان، سواء بقى من 1000 سنة، من 2000 سنة، من 100 سنة، ايا كان. طب ليه بقى؟ لمعرفة الماضي، ابدأ افهم اللي حصل زمان واعرفه. اعرف ليه الحملة الفرنسية جت على مصر، اعرف السبب في تدخل الدول الاوروبية في شؤون مصر ايام القروض بتاعت اسماعيل وخلفاء محمد علي. اعرف تفاصيل، اعرف ازاي الدولة القوية بيتم بنائها زي ما محمد علي عمل، وازاي الدولة الضعيفة الدول كلها بتطمع فيها وبتحتلها. اعرف الماضي وفهم الحاضر، اقدر افهم اللي انا عايشه دلوقتي وافهم تفاصيله، واجمع معلومات واكون اراء. واستشراف المستقبل، يعني التنبؤ بالمستقبل، لان في جملة مشهورة في التاريخ بيقول لك ان التاريخ بيعيد نفسه فعلا. اللي حصل من 1000 سنة بيتعاد دلوقتي قدامك. على سبيل المثال ممكن تسرح في خيالك كده وتقول ياه، ازاي العرب سمحوا باحتلال اسرائيل لفلسطين زمان من 1948؟ طب ما انت عايشه دلوقتي. هو انت شيء اللي قدامك دلوقتي ايه؟ ما هو دلوقتي في تخاذل وفي ضعف وفي سماح للجيش الاسرائيلي بان هو يرتكب كل المجازر والاباده اللي في غزه دلوقتي. ما انت عايشه دلوقتي اهو. فالتاريخ بيعيد نفسه. انت كنت زعلان انك مش من 70 سنة موجود عشان تعرف هي ازاي اسرائيل احتلت فلسطين. طب ما انت شايف وعايش الكلام ده دلوقتي. فده اهمية التاريخ، لدرجة ان الامام ابو حنيفة النعمان قال من قرأ التاريخ زاد عقله. ايوه فعلا، اللي بيقرا هي مش دماغه هتكبر، لا صح معايا، هو هيكون معلومات وافكار وتجارب كتير ويبقى عنده آراء وفكر معين فعلا. أيوة، عشان كده ويل ديورانت بيتفق مع الإمام على فكرة أبو حنيفة النعمان، هما الاتنين ركزوا على البعد المعنوي. أيوة طبعا، لأن المعلومات اللي في دماغك دي إيه هتمسكها؟ لأ. ويل ديورانت النظريات والتجارب والقوانين دي هتمسكها؟ لأ. عشان كده دي حاجة معنوية.
تعال نشوف بقى، اللي يهمني قوي بقى اهميه دراسه علم التاريخ. ركز بقى معايا وافهم عشان انا هشرح لك بالتفصيل الكلام ده. اول حاجه هي استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي بكل بساطه، وانت رايح الدرس امبارح كان في حفره قدام الدرس رحت واقع فيها، هل الحصه الجايه هتقع في نفس الحفره تاني؟ لا، ما انت خلاص بقى كونت معلومات ومش هتعيد الغلط تاني، ما تبقاش غبي بقى وتضايقني. معلش معلش بنفعل شويه في الحاجات الغبيه دي، فما تزعلش مني. فهنا دي حدث مهم، دي حاجه مهمه. لما اقول لك مثلا ان مصر اتهزمت في العدوان الاسرائيلي سنه 1967 بسبب ان ما كانش فيه تدريب، وما كانش فيه اعداد، وما كانش فيه تسليح، وما كانش فيه اسلحه. فلما جت حرب 73 شفنا احنا ايه اللي ما كانش موجود، وايه اللي خلانا نخسر الحرب بتاعت 67، وما كررناش الغلط تاني. عشان كده انتصرنا في حرب 73. لان في تعريف للغباء، لا مؤاخذه هتقل عليك، انا بكلم الغبي طبعا مش بكلمك. في تعريف بيقولك ايه الغبي ده؟ هو البني ادم اللي بيعمل الغلط مره واتنين ومستني نتيجه جديده. ما انت يا غبي مش هتلاقي نتيجه جديده. انا مش بكلمك انت طبعا، انت حبيبي انت مش غبي. فهمت حته استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه دي؟ طيب تاني حاجه، ابراز القدوه الصالحه من الشخصيات التاريخيه. ان انا باجيب الشخصيات التاريخيه واكلمك عنها. زي مثلا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه عفى عن اهلها، فانا بديك قيمه، بديك قدوه في التسامح. شايف الرسول عمل ايه؟ فانا عايزك تاخد الرسول قدوه، صح؟ فكده المجتمع هيبقى فيه تحسن، فيه تقدم. لما اجيب صلاح الدين واقول لك صلاح الدين لما دخل القدس ما اجبرش حد على الدخول في الاسلام، فانا بكلمك هنا في قدوه تاخدها في حياتك. ابراز القدوه الصالحه من الشخصيات التاريخيه، وده طبعا عشان تخلي وضع المجتمع يبقى احسن. فده بالنسبه لابراز القدوه الصالحه. تالت حاجه هي تنميه الشعور بالمسؤوليه. تنميه الشعور بالمسؤوليه تجاه مكاسب المجتمع، خاصه الحاجات اللي سابها الاجداد. لازم يبقى عندك شعور بالمسؤوليه تجاه الحضاره المصريه، تجاه الاثار والمعابد والمتاحف وكل الحاجات اللي موجوده دي. الشعور بالمسؤوليه ده ممكن يكون برضو في الاعمال التطوعيه. انت لما بتنزل عمل تطوعي، ده عشان انت عندك مسؤوليه، راجل محترم كده عندك مسؤوليه، فبتنزل تخدم الناس. شفت حياه كريمه، نفس الكلام، تنزل تخدم الناس وبتاع، فده شعور بالمسؤوليه. انك تحافظ على الاثار ده شعور بالمسؤوليه. انك تنزل وتساعد الطبقات الفقيره ده شعور بالمسؤوليه. ده من اهداف دراسه التاريخ، تخلي عندك مسؤوليه خاصه في المجتمع اللي انت عايش فيه. رابع حاجه بقى هي الابتعاد عن التعصب. الابتعاد عن التعصب ده من اهداف علم التاريخ، وبيؤكد على مبدأ اسمه الحياديه. لازم تبقى حيادي، لازم ما تبقاش متعصب لحضاره معينه او لحاجه حدث معين. يعني مثلا لما اقول لك ايه الوحده الوطنيه بين المسلمين والمسيحيين، تقول لي دي ابتعاد عن التعصب. صح، مظبوط. انك ما تكونش منحاز لحاجه معينه، لا طبعا. فده اللي هو اهداف دراسه التاريخ. استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه، عندك تنميه الشعور بالمسؤوليه، ابراز القدوه الصالحه، والابتعاد عن التعصب. وده الجزء بتاع حصه النهارده اللي هو الحضاره والتاريخ. وان شاء الله نستكمل مع بعض الجزء الثاني لان في تفاصيل كتيره الحصه الجايه باذن الله.